ازيك يا صديقي؟ عامل ايه؟ ليه انا دايما بغير البيزنس بتاعي؟ يعني انا في الاول خالص قررت افتح ماركتنج ايجنسي، بعد كده الفيديو اللي بعديه قررت افتح ديزاين ايجنسي، بعد كده قررت افتح قناه على اليوتيوب، ودلوقتي قفلت قناه على اليوتيوب قررت افتح بيزنس تاني. هو ايه الفكره ان انا كل شويه اغير البيزنس بتاعي؟ هو باختصار شديد ان انا كل بيزنس افتحه دايما الاقي فيه مشكله تعطلني. يعني مثلا في الماركتنج ايجنسي لما جيت افتحها لقيت ان فيها مشكله، وهي محتاج فريق كبير قوي، يكون فريق كبير قوي، محتاج يكون معايا راس مال عشان اقدر اتحمل اي مخاطره ممكن تحصل. عملت نفس الفكره ونفس الفكره برضو في الديزاين ايجنسي، برضو محتاج فريق وراس مال كبير. ولما قررت افتح قناه على اليوتيوب، هي مجانيه، بس اكتشفت انها مش مربحه قوي. يعني انا ماشي هنزل محتوى على اليوتيوب، هكسب منه كام؟ وبعدين محتاج وقت كبير قوي عشان تكسب منه. ده غير ان انا كان في مشكله اصلا عندي، وهي ان انا ما بحبش المونتاج. يعني ببقى ما عنديش استعداد اقعد امنتج فيديوهات. ففكره ان انا الفيديو اصلا قايم على فكره ان المونتاج بتاعك يبقى جامد، فدي كانت حاجه وحشه جدا بالنسبه لي. يعني مش فكره اتعلمها، حاجات انا ما بحبهاش اصلا، ما بحبش المونتاج. وفضلت افكر ان انا افتح بيزنس وهكذا وهكذا، وجات لي افكار كتير قوي. جات لي افكار مثلا ان انا اعمل كوميونيتي وكده وحاجات كتير قوي، لكن كل دايما كنت افتح حاجه الاقي فيها مشكله تعطلني ليها، لغايه ما عرفت ان في حاجه اسمها ايكيجاي. شفت فيديو واحد بيتكلم عن الايكيجاي في البيرسونال براندنج وكده، وبيقول لك ان انت ممكن ان انت تشوف انت بتعرف تعمل ايه، وانت شاطر في ايه، وايه الحاجه اللي انت بتحب تعملها. لا معلش غلط. تشوف انت شاطر في ايه، وايه الحاجه اللي بتحب تعملها، وايه اللي العالم محتاجه، وايه اللي العالم مستعد يدفع لك عليه فلوس. تشوف الحاجه المشتركه بين الاربعه دول، وهي دي الحاجه اللي انت تبدا بيها البيزنس. فهو في الفيديو كان بيتكلم انك تقدر تعمل الحاجه دي بالاي اي، بانك تقول له اللي هو عن طريق شات جي بي تي. يعني انك تقول له ان انا بعرف اعمل كده وبحب كده والعالم محتاج كده ومستعد يدفع عشان كده. دي الايكيجاي بتاعتي. فقول لي بقى ايه البيزنس الكويس اللي اقدر افتحه وكده. وهي قدامي بصراحه افكار كتير قوي، ومنها فكره ان انا اعمل بيزنس يساعد رواد الاعمال، ويساعد الناس اللي عندها بيرسون براند انها تكبر وتعمل احسن بيرسونال براند ليها، انها تكبر البيرسونال براند ليها وتبني بيرسونال براند صح. ليه؟ لان انا عندي فكره ان انا بحب اعمل فكره التصميم، وان انا احول الحاجه من حاجه وحشه لحاجه كويسه. انا بحب اعمل الحاجه دي، وشاطر في التصميمات، وشاطر في لعبه اللي هو التسويق شويه. وان رواد الاعمال والناس دي هي عندها مش بتعرف تعمل فلوس وعندها شركات، لكن اغلبهم بيكون عنده بيرسونال براند سيء جدا. فانا استغلت بصراحه الفكره دي ان انا ابني بيرسونال براند للناس دي. هي عندهم بيرسونال براند، لكن ان انا اطور لهم البيرسونال براند بتاعهم. ف اكيد طبعا مش يدفعوا لي فلوس لو انا قدمت لهم براند صح. ان انا ابني لهم براند اللي هو بيبان اللي هو لاكجري او حاجه كده، حاجه غاليه. فهي دي النقطه اللي انا هلعب عليها الفتره اللي جايه. فعشان اعرف بقى ازاي البيرسونال براند بيتبنى صح وكده، اتفرجت على فيديو لإيمان جادزي وهو بيتكلم عن البيرسونال براند. اللي هو الفيديو ده، هو الفيديو ده انا اتفرجت عليه كله، ازاي تبني بيرسونال براند صح. انا كتبته منه، يعني قعدت اكتب اللي هو قاله. فبصراحه كانت يعني حاجات كتيره هو قالها. فده مثلا عرفت منه الاي اي، عرفت منه يعني ايه بيرسونال براند بشكل اكبر واعمق، بحيث ان انا اعرف اساعد رواد الاعمال في كده. ودلوقتي الفكره بقى ان انا اتعلم بقى اكتر عن البيرسونال براند، وابتدي اطوره واخليه بيزنس ليا. زي ما قلت لك، البيزنس هو ده باختصار ان انا اساعد رواد الاعمال ان هم يبنوا البيرسونال براند الخاص بيهم. زي ما قلت لك، انا ليه قفلت كل البيزنس بتوعي وقررت اركز على البيزنس ده بس؟ لان بصراحه لقيت ان هو ده الحاجه اللي انا بحب اعملها، والحاجه اللي انا اقدر ابقى شاطر فيها. لان المشكله ان مشكلتنا اصلا لما نيجي نفتح بيزنس، بندور على بيزنس اللي يدخل لنا فلوس كتيره وكده، لكن ما بدورش على بيزنس اللي انا شاطر فيه، اللي انا استعداد اطور من نفسي فيه وبحبه. يعني دي فكره ان انا بحب البيزنس، بحب اعمل الحاجه دي. لان انا ما بحبش اعمل الحاجه دي، فهبعملها وانا قرفان، حتى لو فلوسها حلوه بس ما تستاهلش.
مع الوقت هقفله اصلا، مع الوقت شغلي هيبقى وحش لان انا ما بحبش الحاجه دي. لكن حاجه زي دي انا عجباني يعني، قررت ابتدي فيها. بس الفتره اللي جايه بقى ممكن اركز على البيرسون براند ده، على الكورسات دي، وان انا ابتدي بقى اتواصل مع عملاء. بس انا اتواصل مع عملاء لازم يكون عندي الخبره الكافيه ان انا ابتدي ابني لهم بيرسون براند. فانا خلصت الفيديو اللي قلت لك عليه ده. في فيديو واحد تاني هو ده اصلا اللي قال لي فكره الايكيجاي وكده. هو ده كان بيتكلم عن you're الايكيجاي interested in, بشكل اعمق. and run it through ChatGPT. So I went ahead and did this already, put it into ChatGPT, and I basically said like, hey, let's find my ikigai. So based on this, it actually gave me some pretty good ideas, and it's actually هو بيتكلم فكره البيرسونال براند، بس ازاي تبني البيرسونال براند اللي انت تحبه، اللي انت بتحبه في السوق اللي انت، في الجزء اللي انت بتحبه. بس فده كده اللي وصلت له. وان شاء الله بقى مش هطور، مش هغير في البيزنس ده يعني، هو ده البيزنس اللي هثبت عليه واكمل فيه واطوره. بس وفي الفتره اللي جايه بقى اشتغل على الموضوع ده، وفي الفيديوهات اللي جايه بقى هشاركك بقى الرحله بشكل كامل عن ازاي بقى فتحت البيزنس ده وجبت عملاء، وازاي اصلا بطبق الكلام ده على ارض الواقع. انا ازاي اطور لهم فعلا الشغل بتاعهم، تفاصيل تانية كتير. وفي الاخر متنساش تعيش حياتك. سلام.